امام عاشور، امام قرفتونا يا عم بامام عاشور. لاعب جاي من زريبه منتظر منه ايه؟ لاعب جاي من نادي اصلا عندهم الكلام ده كله مباح. اللاعب ممكن يضرب مدير الكوره، ممكن يضرب كابتن الفريق، ممكن ما يجيش التمرين، ممكن ما يسافرش، ممكن يرفع الجزمه في وش الجمهور، ممكن يتف على الجمهور عادي. الكلام ده كله عندهم مباح. منتظر منه انت ايه بقى؟ يجي عندك يصلي على السجاده زي ما انت ما صورت للناس؟ ما هو عادلك ايه؟ قال لك هيجي بقى ينضبط والتيشيرت بيغير والكلام ده كله. مفيش الكلام ده. اللي متربي على شيء بيفضل طول عمره عليه. انا عايز اعرف جمهور الاهلي مستغرب من ايه يا جماعه؟ انتوا مستغربين من ايه؟ كل واحد فينا ليه خطوط حمراء، لو سمح للي قدام منه يعديها يستحمل اللي يحصل له. امام عاشور عدى الخطوط الحمراء بتاعتنا وعدى مبادئنا. شتمنا وشتم النادي الاهلي وشتم رمز النادي الاهلي وجوه قلب النادي الاهلي في غرفه ملابس النادي الاهلي. وانت كرمته وجبته عندنا. ده اللي بيشتمنا وهو جوه النادي بنطرده طردة الكلاب، وانت جيت كرمته وجبته النادي الاهلي. انت منتظر منه ايه بقى؟ يصلي على السجاده مثلا؟ مش فاهم والله. انتوا منتظرين منه ايه يا جماعه؟ دي قلنا 100 مره سقطه الكابتن محمود الوحيده دخول امام عاشور النادي الاهلي، لانه هو دخل دخول يتنافى مع مبادئ واخلاق النادي الاهلي. خلاص انت سمحت له اللي هو كسرها. انتظر منه اي حاجه. انتظر منه اي حاجه. عايز يصلي على السجاده يعني؟ فانا مش عارف انتوا مستغربين من ايه. قرفتونا يا عم بامام ما يغور في داهيه امام وغيره. اللي هيحصل مع امام تصحيح مسار اللي حصل. سلام.